مشاهدينا الاعزاء، بننتقل لموضوع اخر حول انشطه مديريه الشباب والرياضه حاليا، خاصه في الانشطه للمجال الرياضي. يعني عايزين نعرف مزيد من التفاصيل. بيسعدنا ان يكون معنا الدكتور محمد رضا عرابي، وكيل مديريه الشباب والرياضه بالاسكندريه للرياضه، وطبعا هو مساعد حكم دولي سابق في كره القدم. اهلا بحضرتك يا دكتور، سعداء بوجود حضرتك معانا. اهلا بيك يا فندم. دكتور، نتكلم بنقول مديريه الشباب والرياضه للرياضه، يعني لحته الفصل ما بين الرياضه والشباب، او في التعامل او في عمل المديريه نفسها برضه. ممكن نوضح الفروق دي؟ لا، هو حضرتك يعني الموضوع ما فيهوش فصل ما بين الرياضه اكيد يعني والشباب. لكن الجزئيه الخاصه بالشباب او الجزئيه الخاصه بالرياضه هي ناحيه تخصصيه شويه في الرياضه. أي. اللي احنا بنتعامل مع الهواه ومناطق الاتحادات والانديه. أي. اما الجزئيه الخاصه بالشباب فهي بتتعامل مع الانشطه الثقافيه والاجتماعيه والانشطه البيئيه، الانشطه الدينيه، انشطه المعسكرات، انشطه الرحلات في الجزئيه الخاصه بالشباب. فبالتالي الموضوع كله موضوع بيكمل بعض. أكيد. وليس فصل. تمام. بس لكن يعني كان احيانا مفهوم انها لها علاقه بمراكز الشباب اكتر، مثلا الشباب والرياضه لها علاقه بالانديه اكتر، لكن لا، هي الاختلاف في الانشطه نفسها. يعني الاختلاف بس في الانشطه. احنا الانشطه الرياضيه بننفذها في مراكز الشباب في اي حته طالما رياضيه تبقى. وحتى ما بيبقى عندنا ندوات ثقافيه خاصه بالضغوط النفسيه للحكام، تنميه مهارات المشرفين الرياضيين، احنا بننفذ في مراكز الشباب، او بننفذ في قاعه المديريه. يعني ما فيش الموضوع ما فيهوش زي ما الناس فاهماه ان موضوع فصل ما بين الرياضه والشباب. انما هم جزئين حضرتك زي البازل بيكمل بعضيه، بيظهر صوره واضحه تماما لإفادة الشباب والبراعم والاستفادة من شبابنا بشكل طبعا جيد. يمكن فترة من الفترات لما كانوا فاصلين ما بين الشباب والرياضة، بالعكس هي دي كان فيها مشاكل شوية في الفترة دي. لما كانوا فاصلين ما ينفعش يتفصلوا زي ما حضرتك قلت. هم العملية هو كان الموضوع كله ان مجلس قومي للرياضة ومجلس قومي للشباب، او وزارة الرياضة ووزارة للشباب. لكن الموضوع ما ينفعش لازم الموضوع كله يبقى موضوع واحد، لان هو الشاب اللي بيستفاد بالانشطه الشبابيه هو نفسه بيستفاد بالانشطه الرياضيه وبيستفاد بالانشطه المرحلات. موضوع واحد ما فيهوش فصل. اكيد طبعا. تمام. طيب دكتور محمد، لو حابين نتكلم على يعني الى اي مدى مديريه الشباب والرياضه ليها دور في النهوض بالرياضه في اسكندريه، يعني من خلال عملكم، حتى نتكلم على العاب فرديه. حضرتك ذكرت برضه حته يعني ممكن في لعيبه مش في انديه، في لعيبه خامات في اماكن معينه في مراكز الشباب. هو حضرتك مديريه الشباب والرياضه دورها اساسي في النهوض بالانشطه الرياضيه. اولا من خلال تنفيذ الانشطه الرياضيه اللي بتنفذها الوزاره برعايه المهندس خالد عبد العزيز، احنا بننفذها عندنا في المديريه. عندنا زي اليوم الرياضي لطلاب المدارس. اليوم الرياضي لطلاب المدارس دوت عباره عن مجموعه انشطه تنفذ في العديد من مراكز الشباب. في انشطه كتير جدا. الولاد الصغيرين دول حضرتك المدربين بيجوا زي احنا ما بنقولش كشافين، مدربين انديه بيكتشفوا ولاد مش قادرين، خامات ولاد مش قادرين يروحوا للانديه. هم بيكتشفوهم من خلال البروتوكول اللي موجود ما بين وزاره الشباب ووزاره التربيه والتعليم، وكذلك في التعليم الازهري بيبقى نفس الموضوع نفسه. خلال المسابقات اللي احنا بيجوا بقى هم المسؤولين الانديه، بيبقى مسؤولين الانديه بيجوا بيشوفوا الولاد دول، بيكتشفوا منهم الموهوبين او اللي عندهم استعداد لممارسه نشاط، لان احنا بننفذ في كل الالعاب. تمام. كان في فتره يعني مش متذكر، مثلا المديريه مثلا بتشرف على العاب معينه تكون كل محافظه بتنمو فيها، او طوال قامه وبتاع، ولا الكلام ده مش موجود؟ لا، هو كان في زمان اللي هو المشروع بتاع مشروع العمالقه. مشروع العمالقه دوت كان بيوصف، يعني بنعمل اختبارات. هو موجود حاليا بس موجود بمسمى تاني، هو اسمه مركز تدريب الناشئين. كان المفترض زمان في مشروع العمالقه دوت كان المواصفات الجسميه والمواصفات البدنيه لها دور في توجيه اللاعب او الطفل للعبه معينه. حاليا احنا عندنا مراكز تدريب الناشئين، عندنا تقريبا 5 العاب. بنعمل في اول السنه الدعايه والاعلان بتوعهم، بيجي متخصصين فنيين من الاتحادات الخاصه بالالعاب ديت، بيجوا بيختبروا الاولاد، بيعملوا لهم كافه القياسات. الواد بيقعد عندنا في المركز تدريب الناشئين 2 يتدرب، وبعد كده بيخرج للنادي بقى. للنادي بيختار نادي.
بعد 3 سنين بيعملوا لهم اختبارات، بيختاروا منهم بقى اللي هم ال5 أو 6 ولاد اللي هم تميزوا في لعبه معينه، اللي هم تميزوا في اللعبه دي، سواء في الملاكمه بقى او في المصارعه او في العاب القوه، الجسم والشكل والصفات والكلام، مش كده؟ تمام. طيب حضرتك يمكن هناك دكتوراه اعتقد، الف مبروك، هي ماجستير او دكتوراه في هو الماجستير كان في القانون الاداري، كان من حوالي 3 سنين ونص، ومن حوالي 7 شهور الدكتوراه في في المدني والجنائي. تمام. طيب موضوع الدكتوراه هو موضوع الدكتوراه بتاعي كان، انا كنت اشتغلت في الماجستير في القانون الاداري، واشتغلت على فرع من فروع القانون الاداري او المرفق العام اللي هو النفع العام. فكان معايا المشرف الاستاذ الدكتور حسن الشافعي، يمكن حضرتك عارفه طبعا، هو استاذ فاضل في كليه التربيه الرياضيه وعالم يعني جليل في الاداره الرياضيه، استاذ دكتور في الاداره طبعا. وكان معايا مشرف المستشار محمد عبد الفتاح عمار نائب رئيس مجلس الدوله. فهم لما انا اشتغلت في القانون الاداري او في النفع العام في الحته دي، حسوا ان انا عندي يعني ايه اصرار في ان انا اخوض في الجزئيه الخاصه بالقانون. فلما جيت خلصت الماجستير اقترحوا عليا بقى الجزئيه بتاعه المدني والجنائي، فوصلنا في النهايه الرساله يعني بتاعه الدكتوراه ان هو ان احنا نعمل نظام مقترح لتحديد المسؤوليه المدنيه والجنائيه للشخص الاعتباري، وبالتحديد الشخص الاعتباري ده اللي هو الانديه الرياضيه. تحديد المسؤوليه المدنيه والجنائيه في يعني بنوضحها اكتر شويه. نوضحها لحضرتك اكتر. هو القانون المدني والجنائي فيهم عقوبات او قانون عقوبات عن جرائم تتم بالفعل، بس بعيدا عن مجال الرياضي او مجال الانديه. فكان لازم الاخطاء او المسؤوليات اللي تبقى موجوده في مجالس الادارات لازم يكون لها مقابل في قانون العقوبات. فاحنا شفنا ايه اللي موجود في قانون العقوبات في القانون المدني والجنائي يشابه او يقارب الاخطاء اللي بتتم من مجالس الادارات في الانديه، وطبقنا عليها نفس العقوبات. واشتغلنا على هذا المسار يعني. في النهايه طلعنا باستخلاصات ان كل خطأ بيرتكبه مجلس الاداره لمقابل لعقوبه في القانون المدني. تمام. يعني لو حبينا برضو نتكلم على جزئيات خاصه يعني حضرتك رؤيه حضرتك للرياضه في اسكندريه كده. وحضرتك هو احنا في اسكندريه في استراتيجيه لوزاره الشباب والرياضه اللي هي نشر الرياضه، يعني ما يبقاش في حد ما بيمارسش رياضه. ما فيش حد بيمارس رياضه في اسكندريه. الكلام ده بيتحقق من خلال زي ما حضرتك سامع وعارف ان المهندس خالد عبد العزيز يعني مش سايب ملعب او مش سايب قطعه ارض موجوده على مستوى مصر كلها الا بينشئ فيها ملاعب، وبيقول للناس ادي ملاعب اهي موجوده، ملاعب موجوده، مفيش حد ما يمارسش رياضه. تمام. بس كلها كوره يعني او في الغالبيه؟ لا مش كلها كوره. هو اللي ظهر لا هو يمكن عشان احنا قريبين شويه من الكوره بنقول انها كوره. لا في ملاعب ترتان، وفي ملاعب اكريليك بتنشا، وفي صالات رياضيه ممكن مش ظاهره عندنا في اسكندريه، لكن في محافظات ثانيه حضرتك لو تابعت كويس قوي الاخبار هتلاقي في مباني منشآت رياضيه وصالات رياضيه، حمامات سباحه، مضمار العاب قوه، ملاعب اكريليك، فيها كل الالعاب. فاحنا هنا في اسكندريه يمكن احنا بدانا الموضوع من خلال من حوالي من شهر 1 او من شهر 12 عملنا مشروع بتنفذه الوزاره عندنا برعايه المهندس خالد عبد العزيز، والمشروع ده اسمه منشط الرياضه في الاحياء الشعبيه. منشط الرياضه في الاحياء الشعبيه ده حضرتك احنا بننفذ في مكانين في اسكندريه، مكان في منطقه جليم عند جليم، ومكان عند مكتبه اسكندريه. بنقول للناس جبنا لهم المدربين، جبنا لهم الاطباء اللي بيكشفوا على سلامتهم الصحيه الساعه 7 الصبح. تنفذوا ايه نشاط رياضي ما بين تمرينات بدنيه وما بين جري، كل ما هو متعلق بالنشاط الرياضي. ده اساس النشاط الرياضي موجود عندنا. تمام. احنا كنا بنعمل حاجه شبه كده على فكره. بالاضافه طبعا ان احنا من خلال مناطق الاتحادات بننشئ قاعده بيانات نربط مناطق الاتحادات بالداتا كامله بتاعتها بالمديريه،
بحيث ان اي معلومه تنزل في منطقه اتحاد من الاتحادات تبقى موجوده عندنا، معروفه عندنا واصله على طول. يعني يمكن كنا بنعمل برنامج اسمه دعوه المشاركه، كنا بندعو الناس ان هو بالظبط تقابل على البحر، وحضرتك تتذكره ولا لا؟ لا فاكره طبعا. ونمارس اي رياضه، وساعات انا مارست رياضه النهارده، نمارس تدريبات معينه، معينه، انا مارست رياضه، او نجري او مشي او صيد سمك او بالظبط. واحنا معانا في الحقيقه دكتور محسن، يعني عايز اقول لحضرتك متواجد معانا تقريبا على مدار ال 24 ساعه في الانشطه كلها، سواء الانشطه الشبابيه، الانشطه الثقافيه، الانشطه الرياضيه. يمكن انا كنت جايب سيدها لكن ما كانش انها تتعرض يعني. ظاهر فيها تواجد طبعا. انا معايا مجموعه عمل في الاداره العامه للرياضه، انا عايز اقول لحضرتك اشبه بايه، مجموعه كوماندوس، مجموعه كوماندوس فعلا. يعني فعلا احنا بننفذ النشاط الرياضي بقلوبنا، ومش هنتنازل عن ان احنا نخلي كل المواطنين السكندريين ماشوا الرياضه. وهي رياضه للجميع كمان، دي يعني شكل مهم غير البطوله. المفروض زي ما حضرتك قلت ان الناس كلها تكون لها طبعا جزء من ممارسه الرياضه، وان كان طبعا دي محتاجه مكان ومحتاجه وقت ومحتاجه لا والله يعني لا الرياضه برضه احيانا بيكون مرتبطه بالحاله المزاجيه شويه. لا بس الرياضه للجميع يعني اللي هي بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هي مالهاش علاقه بالمكان. النهارده عندنا احنا ربنا حبانا يعني في اسكندريه بالكورنيش ده، الكورنيش بقى جميل، بنمارس عليه الرياضه، مش محتاجين اي امكانيات فيه. اي حاجه، هو مجرد تشوز وحتى باللبس العادي واحد ممكن يروح يمشي ساعه على الكورنيش. ايوه طبعا في ناس كتير قوي الصبح والفجر بتبقى متواجده بتمارس رياضه المشي طبعا. طيب دكتور محمد رضا عرابي، يمكن حضرتك برضو وكيل مديريه الشباب، كان برضو في فتره قالوا ان ليه ما تبقاش كل محافظه مثلا يعني متوليه ان هي تكون تطلع ابطال في لعبه معينه، وقال المنوفيه مثلا المصارعين 3/4 من هناك، اسكندريه كره السله عاصمه، واكيد في قاعده عريضه، يعني يبقى المديريه ليها دور مع الانديه يعني باستمرار وبتاع. الكلام ده كان ليه فكر جامد في فتره من الفترات، يعني ان هو يبقى في انديه متخصصه. تقصد حضرتك ان يبقى في انديه متخصصه زي انديه مديريه الشباب يعني هي بتشرف عليها، او هي المتحمله ان هي يبقى اكبر قاعده عريضه من ممارسين للعبه في المحافظه دي مثلا. يعني حضرتك مثلا عندنا في اسكندريه تقصد حضرتك زي مثلا في مثلا مراكز تدريب مثلا مصارعه مثلا موجودين في المنوفيه مثلا باعداد كبيره وابطال كبار وعدد كبير، لان الخامات موجوده طلع منها ابطال كتير مثلا يعني. وكانوا قالوا في حاجه زي كده ممكن تبقى. لا احنا موجوده فعلا، هي حضرتك مش زي ما هي فعلا موجوده. يعني احنا عندنا مراكز تدريب، مصارعه، ملاكمه، رفع اثقال، تايكوندو، العاب قوه، مصارعه. عندنا 5 مراكز تدريب فعلا موجودين. المركز الواحد احنا بنعمل طبعا في البدايه، انت حضرتك عارف ان كل لعبه لازم يكون لها مواصفات نفسيه وجسميه ومقاييس وبتاع. فاحنا بنعمل الاختبارات وبناخد الولد من هو صغير، من هو 9 سنين او 10 سنين، بنوجهه. بيجي يختبر معنا، بيجيب له مدربين على اعلى مستوى، نصرف له وجبات، بنجيب له لبس، بنوفر له اماكن تدريب. كل ده فعلا هو موجود كمديريه شباب والرياضه. طيب تمام. يمكن عندنا كمان الفتره الاخيره فيها انا يمكن كنا بنهني نور الشربيني في الاسكواش، لعيبه هنا سكندريه بطوله عالم يعني انجاز، وعندنا ابطال كتير. اسكندريه تاريخنا اسكندريه ولاده طبعا. لا اسكندريه حضرتك احنا عندنا نادي الاتحاد او ارض نادي الاتحاد اول عالم اولمبي اترفع زي ما حضرتك عارف طبعا في الاتحاد. فاحنا لازم يبقى احنا اصحاب السبق. زائد بقى طبعا مش هقول لحضرتك الاسماء الكبيره، النادي الاولمبي مقدم اسماء كبيره في الالعاب الفرديه وغيرهم، انديه اسكندريه كلها يعني. اسكندريه يعني حقيقي فعلا ولاده وعندها اسماء كبيره ولا زالت، وان شاء الله في المرحله الجايه هيبقى فيها اكتر واكتر ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور محمد، قبل ما نختم لقاءنا حضرتك يعني امنياتك ايه في المجال وبعد الدكتوراه ان شاء الله في للرياضه في اسكندريه؟ والله انا امنيتي يعني ان معظم المنتخبات في مصر تكون من اهل اسكندريه، يكونوا من اسكندريه طبعا. ومش عهده ولا ارتاح الا لما يبقى فيه كده، ومش عهده ولا ارتاح الا لما الاقي ال 12 14 مليون سكندري بيمارسوا الرياضه. شيء هام طبعا. دي انا عندي دي اهم حاجه. في قطاع الرياضه للجميع كمان في ده جزء كبير. في طبعا في ده في اتحاد الرياضه للجميع. في اتحاد. وعايز اقول لحضرتك احنا برضو يعني كل يوم والتاني في اسكندريه بنفتتح مكان. المهندس خالد بيجي يفتتح مكان أو مركز شباب، بيجي يفتتح ملاعب مفتوحه. يمكن في الفتره الجايه هو ابتدى موضوع خاص بالغابه الترفيهيه وخد فيها جزء، وهيبقى فيها ملاعب مفتوحه، جزء خاص بنادي الاتحاد وجزء ملاعب مفتوحه.
وهيعمل ان شاء الله الفتره الجايه برضو في مركز للتنميه الرياضيه في كافه اللاعب ان شاء الله. تمام. كنا التقينا بيه احنا برضه، لان يعني حتى اماكن بعيده وزي برج العرب والعمريه الحته دي فيها مراكز جديده باستمرار بتفتح، واي ارض فاضيه الوزاره ما بتبخلش انها تكون مركز شباب بس هو حقيقي هو الاماكن البعيده اللي احنا المهندس خالد بتاعها هو طبعا ما بيبخلش، لكن احنا برضو محتاجين تضافر جهود تانية ان يبقى في زحف سكاني هناك عشان يبقى في كثافه في المراكز اللي احنا بنفتحها هناك. أيوة. لان بيبقى فيها امكانيات جميله جدا، يعني حضرتك عندك مركز شباب برج العرب ده فيه امكانيات عاليه جدا. مركز اكيد حضرتك رحنا سجلنا فيه وبتاع. فهو محتاجين تضافر جهود تانية عشان يبقى في زحف سكاني على هناك، وبالتالي يبقى في اماكن اكتر لممارسه الرياضه، تواجد ومدربين يتواجدوا بشكل جيد. دكتور محمد رضا عرابي، وكيل مديريه الشباب والرياضه بالاسكندريه للرياضه، سعدنا يا فندم بوجود حضرتك معانا وبالتوفيق دايما ان شاء الله، والف مبروك دكتور. ربنا يخليك. شكرا. مشاهدينا الاعزاء، فاصل ولا نعود؟